المحشي اللي باللي الضاني غير اي محشي. هنعمل شويه محشي مشكل النهارده ولا اروع. بصي، كل اللي بيجي ياكل عندي محشي او كل اللي ما بعمله بيحلف ان هو كان محشي زي المحشي بتاعي ابدا. ليه بقى؟ لاني بعمله باللي الضاني وشويه تريكات كده. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وقبل ما نبتدي الفيديو عايزه ارحب بكل المشتركين معايا، منوريني دايما يا رب. بسم الله زي ما احنا متعودين بقى، ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معانا بقى فرخايه حلوه كده، منضفينها طبعا وعاملين لها محلول الملح بتاعها وشاطفينها كويس جدا. وعملت لها بقى بصلايه كبيره بشرتها وعليها طماطمايه والتوابل بقى بتاعتها. ورقتين غار، فصين حبان مطحونين، شويه ملح، شويه فلفل اسود. وحشيت بيها الفرخه. طبعا ما تنسيش الفتحات اللي جنب اللي تحت الجلد. تمام. انا الفيديو يا جماعه جري مني، بس انا يعني انا مسرعه لان الفيديو كان طويل قوي. تمام. سلقنا بقى الفرخه. وهنا بقى هعمل بقى التسبيكه بتاعه المحشي. زي ما انتوا عارفين انا بحب ان انا اسلق الطماطم لوحدها بشويه فلفل اسود كده وشويه ملح. تمام. جيت بقى عندي 3 4 حتت ليا ضاني كده. انا اللي الضاني دي يا جماعه انا ما بقطعهاش من عندي من البيت، لاني بستخدمها في جميع اكلاتي، اللي هي الايه اللي فيها عموما، اللي فيها التسبيكه يعني. جبتها مع شويه زيت او شويه سمنه، والافضل زيت يعني. وهتسيحي بقى اللي هي الضاني في قلب الزيت، وتنزلي عليها بالبصل بتاعك. تمام. وهنحمر بقى البصلايه، وهننزل بالطماطم، تسبيكه الطماطم عليها اللي احنا عاملينها لحد ما تتسبك. ونحط عليها البهارات بتاعتنا، 7 بهارات. بهارات فراخ لو عايزه تحطي، او بهارات لحمه لو عايزه تحطي، ايا كان الموجود عندك. وفلفل اسود وملح وكمون وبابريكا وشويه شطه ناعمه وكده يعني. هنجيب بقى الرز بتاعنا، هنغسله ونقطع عليه الخضره بتاعتنا اللي هي ايه، شبت وخضره وبقدونس. ونفس التوابل اللي انا حطيتها في التسبيكه هحطها، بس يعني ايه، يعني هقلل من كل حاجه. يعني بدل ما احط معلقه على، هحط نص معلقه من كل حاجه هحطها على الرز. واحط طبعا، مش ما تنسيش النعناع الناشف. تمام. ونحطه بقى على الخلطه بتاعتنا. هنا بقى كوسه كنت جربتها كويس قوي، اللي بتدي شكل حلو، والولاد ياكلوها عندك كمان. بشطفها كويس قوي، بشيل الزوايد. وهعمل بقى ارضيه للمحشي بتاعي. انا بما اني ما عنديش القلب بتاع الكوسه، بعمل فلفلايه مقطعه ومعليها بصلايه مقطعه، وبفردها ارضيه للكوسه. تمام. هنا بقى كنت بقى قطعت البصل، يعني حاولي لو عندك البشر ده يبقى يعني قلب الكوسه يبقى افضل كمان، بس من انا ما عنديش بجيب الحاجه دي جاهزه. فانا بحط البصل وبحط الفلفل، بيدي طعم وريحه حلوه قوي. حشيت بقى الكوسه، ما رضيتش برضو اجيب المقطع ده، مش عايزه اطول فيديو عليكم. وهنا بقى كنت سويت المحشي او هو على النار اهو بيستوي. تمام. جربي جربي المحشي اللي بالليه الضاني، تحفه جدا جدا جدا. عملت كمان شويه لسان عصفور جنبهم، جنب المحشي بتاعنا، لان طبعا محشي يبقى فيه لسان عصفور، شوربه لسان عصفور. بحمر بقى لسان عصفور لحد ما يوصل معايا للدرجه دي، واسقيه بالشوربه بتاعتي بتاعت الفرخه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. تمام. بزود انا بقى الشوربه عشان ايه، لسان العصفور ما يبقاش يعني ناشف معايا. هنا بقى سلقت شويه ورق عنب. انا دايما عندي برضو الورق العنب ده بخزنه في التلاجة عندي، بجيبه بقى بقطع العيدان اللي هي اللي فوق دي او العنقود بتاعه، وبغسله كويس جدا. وايه، بحطه في، ما بسلقهوش، لا انا بحطه ني كده زي ما هو في الفريزر عندي. تمام. وبطلعه اسلقه، احطه في ميه مغليه واسلقه، احطه سنه زيت على على الميه وانتي بتسلقي ورق العنب. بتدي نتيجه حلوه قوي، بتدي لمعه للورق العنب، بيبقى طعمه حلو كمان. تمام. حشيت برضه، ما رضيتش برضه اجيب المقطع ده معاكم لاني بقول لكم الفيديو كان طول معايا جدا. تمام. حشيت بقى الورق العنب، وكان معايا كام بصلايه كده برضه حشيتهم. وحطيتهم بقى مع الورق العنب، قلت بدل ما اعمل حله لوحديهم، لا حطيتهم فوق ايه، ورق العنب. تمام. سقيت ورق العنب. عندي بقى الملوخيه كنت انا خرطتها وجهزتها وجهزت معايا اهي. حطيتها في طاجن، والاكل كان جاهز معايا. واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم باي باي.